السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا الكل متابع أخبار التيك توك والمشاهير اللي كلهم بيبقوا خلف القضبان دلوقتي، من مداهم لشاكر لسوزي لأم ساجدة وأم مكة وليلى الشبح الموضوع كبير، ولسه كمان جاري البحث عن ناس تانية غير اللي هربوا على الإمارات. طبعا أكيد عارفينهم مين، وغير الرسام أبو شعر ده برضه في الغردقة وهيجي. فالموضوع كبير. طبعا هم اتحبسوا كلهم، اتاخدوا 4 ايام على ذمة التحقيقات، وامبارح اتجدد لهم 15 يوم لكل واحد. وطالما اتجدد 15 يوم فتعرفوا ان الموضوع كبير، ان الموضوع الكل كده هيجي والكل هيتحكم عليه. ممكن ناس تهرب، ايوه ممكن. يجيبوا، يعني عندك شاكر ده بيقول لك جايب الصول محامين، طبعا ده بيلعب بالملايين. اكيد الجلسه بتاعته مش هيبقى من كتر المحامين هيبقى مش عارفين يقفوا فين ولا فين. فالموضوع كبير، وفي ناس ممكن تطلع بالثغرات، ولكن الصغيرين هيضعوا في الرجلين. وده اللي اتأكد عليه النهاردة. أول خبر وأول تنبؤات كده، وأول يعني حد منهم يطلع عليه بشارة إنه هيتحبس 7 سنين، هي سوزي الأردنية. سوزي الأردنية اتحبست كتير قبل كده، وهم يوم ما خدوها كانت بتقول ده أنا بقعد في الحبس أكتر ما بقعد في بيتنا. أبوها وأمها طلعوا وعيطوا وقالوا خلاص هي لما تطلع إن شاء الله مش هنخليها تعمل لايفات تاني نهائي، بس تعمل إعلانات للمحلات وكده يعني. طب سوزي دلوقتي آه يقال إن هي معرضة إنها تاخد 7 سنين سجن. طب 7 سنين سجن دول جم ليه؟ جم انهم اثبتوا عليها فعلا ان هي غسل اموال بقيمة 15 مليون جنيه، واستثمرتهم اشترت بيهم شقق، ممكن شقة اتنين تلاتة اكتر، الله اعلم. لغاية دلوقتي لسه الخبر مفيش من حوالي ربع ساعة. فالموضوع هي طبعا لما اتمسكت يعني ازدراء اديان، لانها كانت قالت كلمة مش كويسة. يعني فهي ولكن في الاخر هي بنت لسه صغيرة مراهقة، مش عارفة هي بتقول ايه. اهلها برضو يعني على الله حكايتهم، محدش فهمها الدنيا صح. فهي كانت المفروض يبقى في يعني في رأفة في الحتة دي، ولكن موضوع غسيل الاموال ده يعني لازم تتحسب فيه. طبعا هو الدين مفهوش كلام، ولكن احنا بنتكلم في السن. هنتكلم ان دي عمرها برضه صغير. طبعا غلطت برضه وسافرت هنا وهنا لوحدها وساكنة في مدينتي لوحدها وبتعمل حاجات كلها مفيش راجل كده عنده دم يرضاها على نفسه. كلها حاجات يعني دي لوحدها تودي في داهية، وحاجات ما تنفعش اصلا ولا في العرف ولا في اي حد عنده اخلاق. ولكن لازم يبقى فيه رأفة برضه. ولكن موضوع غسيل الأموال أثبت عليها فعلا إن هي غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه واشترت بيهم شقق. طب ليه هي أول واحدة يتكشف عنها إن هي غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه؟ ليه مش حد غيرها؟ لأن الكبار يوم ما اتقبض عليهم اتمسك معاهم أجهزة. الأجهزة دي ممنوعة في مصر لأنها بتعمل تشويش. يعني لو جاي الشرطة دلوقتي تكشف على الأرباح بتاعتهم والفيديوهات بتاعتهم والبثات واللايفات وكده، عشان نعرف هل هما كانوا بيغسلوا أموال ولا لأ، الأجهزة دي ما تبينش الكلام ده كله خالص. فالكبار غاسلين بالملايين الملايين، ولكن في النهاية مش هتعرف تمسك عليهم حاجة. ولكن ايه الحكم هنا؟ الحكم الجهاز ده نفسه طالما انت جبته وحطيته عندك وانت عندك شبهة انك انت بتغسل اموال في اللايفات، فيبقى ده يتربط بده وهنا تاخد حكم على الموضوع ده. اما انك انت تأيد فعلا عليا ان انا بغسل اموال او مسكت عليا كذا كذا بالادله،
دي هتبقى صعبة شوية، لان الاجهزة دي بتضيع كل الكلام ده. اما سوزي ما عندهاش الاجهزة ديت، فعشان كده الموضوع ظهر، وما عرفتش تحط فلوس دي في البنك، فراح اشترت بيهم شقة او اتنين يعني. وعلياء كاميرون اتمسكت في اسم طنطا، واتحقق معاها هناك واترحلت على القاهرة، وحاليا برضو تجدد لها 15 يوم. ليلة امبارح كانت طول الليل عمالة تعيط وتقول خرجوني، انا ما كانش قصدي وما كنتش اعرف اللي انا بعمله ده غلط، انا كنت داخله برنامج التيك توك ان انا منشده دينيه، ولكن لما طلعت ترند فبدات اعمل لايفات وبدات الفلوس تجيلي، فانا ما كانش قصدي خالص ان انا يعني اعمل اي حاجه غلط. فالمحامي بتاعها بيقول خرجوها، دي بنت غلبانه ومش فاهمه هي بتعمل ايه. فقولوا لنا انتوا في التعليقات ايه رايكم في علياء، هل فعلا تستحق ان هي تخرج ولا هي مدانه؟ وقولوا لنا مين من بتوع التوك توك اللي لسه بره تحب ان هما يتجابوا في اسرع وقت. واستنونا في الحلقة اللي جاية، مع السلامة.